الحكومة، وهل ستطلق قيادة الدكتور كمال الجنزوري في اختيار كل الوزراء والصلاحيات الممنوحة أيضا؟ يعني أنا يمكن أنا مخضرم شوية في حكاية الصلاحيات، لأنه بس عاوز أفكر الزملاء إنه في جميع الوزارات السابقة في خلال 60 سنة اللي فاتوا، مش بس ما بقولش العهد الماضي، بيصدر ما يسمى بقرار التفويض. بيصدر ما يسمى بقرار التفويض وقرار جمهوري ليمنح رئيس الوزراء كثير من سلطات رئيس الجمهورية الواردة في قوانين الدولة. لأنه الفرق بين الوزير ورئيس وزراء فالصلاحيات مش كتيرة، ولكن كل الصلاحيات اللي بيعمل بها رئيس وزراء بيأتي بالتفويض اللي بيصدر بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية في أي تشكيل جديد على مدى السنوات الطويلة اللي فاتت. بأكد وسيصدر قريبا وهيبان لحضراتكم أن التعديل اللي تم في متعلق ب السلطات تفوق بكثير اللي كان موجودة في أي قرار للتفويض رئيس الوزراء. لأننا بالطبع يعني يمكن كثير من إخواننا يعلم بأن ليا دايما مقولة كده بقولها، إنه المسؤول السياسي سواء محافظ أو وزير أو رئيس وزراء لابد له في يصدر قرار مناسب في وقت مناسب، وكثير من الأحيان يكون الوقت مناسب فورا. فإذا كان هذا الرجل السياسي ينتظر أن يسأل من هو أعلى منه فلا يحق أن يستمر. فأنا عايز أؤكد أن لكل من يسعى على الصلاحيات فسأخذ الصلاحات الكاملة التي تعطيني أن أنا أقوم لخدمة هذا البلد اللي أنا شاء القدر أن آتي وأقف في اليوم اللي أتكلم بعد غياب أكثر من 10 سنوات. الصلاحيات بعد غياب أكثر من 10 سنوات، هل حضرتك تشعر بأن هذه المرحلة تختلف عن المرحلة السابقة في أداء مهمة رئيس الوزراء من حيث الحياة السياسية التي تعيشها مصر، من حيث الحياة الاقتصادية التي نعاني منها، من حيث الحياة الاجتماعية والمظاهرات الفئوية من كل الجوانب؟ يعني هذا الأمر كل اللي بتقوليه صحيح فيما يتعلق أن الأمر يختلف تماما عما مرت به مصر في سنوات طويلة سواء قبل الثورة وبعد الثورة. وده يمكن التحدي الحقيقي، لأن من يتولى المسؤولية الآن لابد أن يتأكد أنه ماذا يفعله هو لأجل هذا البلد، مش من قبل الكلام، لأن الكلام دايما نقول من أجل البلد كثيرا يعني، ولكن هو تحدي حقيقي. لأن أي مسؤول حاليا أفضل له أنه يقعد في بيته، أي مسؤول حاليا أحسن له أنه هو ينام، ولا يمنع أنه هو في أي لقاء يبكي على مصر ويقول، ولكن التحدي الحقيقي أن احنا نقبل هذا. كيف ترى يا فندم السيناريو لاختيار هذه الشخصيات المقرر انضمامها في الحكومة الجديدة بحيث ترضى قبول ورضا كافة التيارات والسياسية؟ بمعنى هل ستضم شخصيات من الإخوان، شخصيات ليبرالية، شخصيات من الائتلافات السياسية الموجودة في ميدان التحرير؟ يعني أنا طلبت من سيادة المشير أخذ بعض الوقت القريب إن حتى أتمكن من التشكيل اللي يرضى به الشعب كله، لأن أنا جئت لأخدم هذا الشعب اللي أنا منه. وأكد أن المجموعة الوزارية الموجودة وهي مجموعة فاضلة بقيادة الأخ الدكتور عصام شرف، وسيادة المشير هيطلب من الدكتور أنه يستمر لحين تشكيل وزارة جديدة بكل وزرائه. فالمجموعة الموجودة رغم أنها مجموعة كما أرى وكما أسمع مجموعة طيبة، ولكن يمكن الجزء الأكبر منه ما عرفوش، وبالتالي الحكم الحقيقي في التشكيل الوزاري هو كيف يكون بشكل يحقق ما نرجوه لهذا البلد، وفي نفس الأمر يجد قبول عند الكافة. وبالتالي ليس في داخل الوزارة هناك أناس أنا حريص أنهم يبقوا إلى الصالح العام، ولا في خارج الوزارة أنا حريص أن تدخل إلى إذا كان الصالح العام. وأتمنى أن من يأتي ومن يرسل لي أي ائتلاف شبابي، أي تيارات حزبية، أي توجه سياسي أن يطرح بعض الأسماء، وأكون سعيد أن أنا أراجع هذا. ولكن لا يوجد شيئا في ذهني الآن عن أسماء معينة إلا كيف أقوم بهذا الواجب الشاق جدا
لخدمه هذا البلد في هذه المرحله. دكتور كمال، من فضل حضرتك سؤال لاخبار اليوم، حضرتك هتلحق تشكل الوزاره قبل الانتخابات يوم الاثنين ان شاء الله المرحله الاولى؟ ده طلبت اعطاء فرصه لاتمكن بالتشكيل لفتره زمنيه مش بعيده، ولكن بالقطع مش هتم قبل انتخابات يوم الاثنين يعني. او حضرتك هتقابل الوزراء الجدد في وزاره التخطيط وليس مجلس الوزراء كما يذكر البعض؟ يعني مش المكان، مش هو الموقع. حضرتك قلت ان الدكتور عصام هيقعد لا ما يستمر، لا يعني مش ولكن لم يبدا بعد النقاش، ولكن هو فين مش مشكله يعني، ولكن بالقطع مش هيكون في مجلس وزراء بدل في رئيس وزراء موجود. دكتور كمال، اولويات حضرتك؟ ارجو انها تكون ايام قليله او فتره قريبه خلال الاسبوع ده. اول قرارين معالي الدكتور كمال، اولويات سيادتك طبعا الامن والوضع الاقتصادي، بس اول قرارات سيادتك حريص على لا انا بس عشان يعني ادوني فرصه لنفكر من يبقى ومن ياتي، ولكن اللي عاوز اكد عليه دلوقتي ولا اسمه مجامله للمؤسسه العسكريه، او انه المشير نطاوي، انا بتكلم للمواطن المصري غير راغب ان يستمر، وده لو كنت اعرف انه عاوزين يستمروا ما كنتش تعاونت مع المؤسسه العسكريه. فاحنا جينا عشان نخدم بلدي. دكتور كمال، سؤال اخير لو سمحت لي.